واجب نحو جوارح. نعم. ما تفضلت به سيدي. واجب نحو قلبه. نعم. واجب نحو روحه. نعم. واجب نحو اخوانه. نعم. واجب نحو الطريق اللي هو فيه. ما شاء الله. اللي تو معناها الاخويان مجموعين والجمع الطيب معناها نحب ربي باش نكونوا في وسطكم ان شاء الله مرحومين بكم. وذنبنا بهم في الله مغفورا مغتفرا ان شاء الله. يا رب يقبل كذلك. نعم سيدي الله. الواجب معناها مع الاخويان دقق فيه سن الشيخ قال الاولى والاحرى ان في قلبك وفي باطنك ما تراش في الكون شكون احقر منك. هذه على يمين والسياد يا شراف ورجليكم في راسهم هذه واعر علي والله يستنى الشيخ. والله واعر علي. مره جتني مراحل شاك عندنا كنت نحدث الاخويا البارح نطعموا نحن الترقيم في الزيتون. بلادنا بلاد زيتون ونطعم وقالت لي لقم لي هالعرف هذا معناها نجيبوا له نوع اخر من الزيتون ونطعم. لكن الوقت مش بتاعه. نعم مش وقت. قلت لها يا بنتي راه ماهوش وقته. قالت لي اني متوكل على الله حق التوكل. قلت لها اني راني متوكل على كلب. حشاكم. شت الرجل وجاني في السوق والشيخ دار هيك والشيخ دار يا ودي هذا حالي. لأن بين قوسين الإمام الشافعي ما وجب بين طلبته وناضل واحد معناه لأن ربي سبحانه وتعالى يبعث دوريات. أي هذه زاوية وجامع وطلبة وكذا خلنا نبعثوا له واحد. نعم سيدي. لأن فيهم اللي يشد في الجزرن وفيهم اللي يشد في الإدارة وفيهم اللي يشد في الطريق أنواع ما أعطاهم ربي من فضل. قال لي يا منافق أمام الطلبة نتاعك. ناضوا الطلبة تو لو كان واحد يجي لسيدي ولا سيدي يقولوا أنا منافق توني الأول ناضوا الطلبة قالوا لي قال لهم لقد وصفني بصفة فيه. نعم. هو سيدنا حنظلة وقال نافق حنظلة. تعرفوا عندكم عاد جاني الراجل بتاع سيدي وعاركني في السوق قدام الناس. يا سيدي هي قالت لي متوكل على الله حق التوكل. ولكني متوكل على الكلب حشاك جايبين لي كلب نتاع برجيه وكرمته وكرمي عادكم وعندي شوي غنم هيك وقت اللي ينبح نخرج. مانيش حاط الحي اللي ينام هو اللي يعس. ماني حاط الكلب هذاك حشاك. تو توكلي على الكلب صحيح يا سيدي ولا المساس يا الشيخ بالله سامحني لوجه الله والله لا عندي حق باش نتكلم في حضرتك في حضرة سيادي انا امسح المجلس يسلم عليك. لكن هذا التوكل قولك اتخاذ كل كلب لا ينفي الترك ولا عقل اجمع بينهم. هذا هو هذا هو. ايوه هذا جاء حق الاخوان. اي فنرجو حق الاخوان معناها قاسنا الشيخ نيانا ان نوزنوا نطيشوا ميزان البشريه بين بعض. يا سلام. لان ادابنا شنو هو التصوف؟ تو نحن سيدي عبد الرؤوف كي سمعنا به لو كان سمعنا به في منهج اخر اني واحد من الناس ما نزورش. لا سيدي فعلا واجب علي راه مش مزيه مني. يا ابني احب الصالحين فان الله لا ينظر الا الى قلوب عباده الصالحين فلعل ان ينظر الى قلب عبد من عباده فيجد اسمك موجودا في قلبه فيغفر لك ما تقدم من ذنبك ومتاخر. واجب راه زياره اهل الله. ما شاء الله. قالوا التصوف كله ادب. نعم. من فاتك ادبا فاتك تصوف ومن فاتك تصوف فاتك عروج ومن فاتك عروج فاتك وصول نعم. وسيدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معناها الصحيح يقول المؤمن ولاة لاخيه. قال سيدنا الشيخ في الموضع هذا كلام سيدنا راني ما عنديش حتى كلام نضيفه نعاود قال برا يا ولدي اذكر وش ريتني قال لي سيدنا الشيخ راني نذكر راني ريتك فاك الحيوانات المفترسه. بسم الله. ايوه حاشاكم كما انا نقولوا نحن كالصيد كالحلوف كذا. ما خرجناش من هاك الساحه. في الميدان هذاك. وما من دابة في الارض ولا الطائر يطير من جناحيه الا له فهمت. قال برا ولدي زيد اذكر. قال سيدنا الشيخ وليت نشوف فيك أنا البارح قال لي أي غلط بكمل يا مليح اليوم وسيتني بكلمة سمعتها البارح حتى هي قريبة منك. برب إن شاء الله. قال برا أذكر ولدي قال أذكرت سن الشيخ ريتك كالحيوان الأليف. أيوة مليح حسنت وضعي. قال برا ولدي زيد أذكر. نعم سبحان الله. أي. قال لي سيدنا الشيخ ريتك انسان عادي في صورتك البشريه الظاهريه. سبحان الله. قال له برا ولدي زيد اذكر. قال لي سيدنا الشيخ ريتك على منبر من نور. ما شاء الله. قال له برا ولدي زيد اذكر. قال لي سيدنا الشيخ ريتك في مقام كذا. لا اله الا الله.
لين وصل قال سيدنا الشيخ ما عادش نشوف فيك انت، لان المشايخ راي وسيله وليست غايه. الله اقسم بالله ان الى ربك المنتهى. نعم. فالمؤمن مرات الله يا اخي هنا واجب علي باش نقول الكلمه هذه، اذا ترى سيدنا الشيخ قبيح انت هو القبيح، واذا ريت حسن انت هو الحسن، لان ستره المريد هو شيخ. هذا كالغطاء. فمعناها بارك الله فيكم، اني تعجبني الجزائر ياسر، ومعناها وخياننا وساداتنا والفضل الله حتى للدوله معناها اللي تعين في الزوايا وتعين في العقيده، معناها عقيده السنه. كان ولدنا منتم. نعم سيدنا. ولدنا في زيد والسادات والقابسي والمازري كامل ورثين لنا. الحمد لله رب العالمين. ولكن احنا خاصه المنطقه هذه بكري يحسبونها توانسه وحتى جابت فيكم العرق التونسي. انا كنت انا متخلين على الجزائر رافعين العلم. الحمد لله مرفوع ان شاء الله بربنا ان شاء الله. يا رب يا رب ما شاء الله. هذا الله يكافيكم. هذه مذكره زينه. اخوان ادب مع الاخوان. لا ترى واحد دونك. نعم زيد يا شيخ. الثاني ونكمل معناها نكمل الركن تاع الدب مع الاخوان. سيدي علي بن الوفاء نعم رضي الله عنه وارضاه، ما هو معناها كان الامام فوق المنبر. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الاثر ما عندناش معناها درايه بالحديث انه صحيح والكذا، ولكن في الاثر يقولوا مريضان عاضلان من امراض القلوب يستحقان الى طبيب ماهر، وما التقاهما بالعلماء العالمين. ومره حدثنا سيدي نور قال بالعلماء العاملين. نعم الكبر والإعجاب بالنفس هذول يلزم لهم طبيب قلوب ما هوش طبيب اجساد. فكان معناها يدرس يا شيخ الرباني. هذا هو الرباني اللي وشوا عليه، الشيخ الرباني اللي وشوا عليه. ما قلنا شيخ الرباني، ما قلنا شيخ فلان ولا فلان. طويل. ايوه يا رب يبارك فيكم ان شاء الله. هذا يوم عيد عاد. الحمد لله يوم عيد. يوم العيد ما يكونش كله عاد بعض وكله شويه. اصحى. كان كاين واحد عنده الدف مش خاصه يضرب لنا الدف. نعم. حتى يعلم يهودنا في ديننا فسحه. نعم. ايوه. فكان سيدي علي بن الوفاء جاء يوم الجمعه، فقال الامام فوق المنبر قال ما اتخذ الله وليا جاهل. قال سيدي علي بن الوفاء قال اتخذك جاهل ارغم انفك يا حمار زينب. يا سلام. زينب مش معروفه في الناس الموجودين منه زينب. اي صحيح. ما اتقوا فرس الموت فانه. لكن سيدي الامام عرف زينب منه وعرف حمارها منه. صحيح. لما الخطبه لف وجاه قال له سامحني، قال له نسامحك لكن بشرط. وكان معناها دلاله من دلالات خلطت على واحد من الصالحين في بلادنا، كان يجي قدامه حافظ القران وقت اللي يصير قدام الادب وما يقعدش الجلسه الجبرائيليه يجبد له القران يسبح فيه كامل. اسمه سيدي عماره ربي يبارك فيه ان شاء الله. هاي مجرد معناها ما هوش كلام. هاي فقال له تمشي في القاهره تدور على احقر مخلوق تقبل له ايده باش نسامح. دار اللي يلقاه كيف هني وكيف مثالي محقير يقبل لهم يديهم يجي في الاخر يلقى مرة سافره قال لها هاتي لي يدك نقبلها، راهو بشرط هذا معناه سيدي علي بالوفاء باش يسامحني. قالت له في احقر من نفسك يا شيخ، قبل يد نفسك هي توجب التقويم. مشي قدام سيدي علي بالوفاء وقبل يديه قال له نح علينا هالامامه وهالمنبر وهالخطبه وكذا وارجع اتعلم الساعه. فساداتنا معناها هذا يدب مع الخيان، والله اني نخاف أنا إن شاء الله ربي يحفظنا وإن شاء الله تكلمنا بالله ما تكلمناش بأنفسنا، لأنني غلبتني ياسر ومهرشة فيه ياسر. إن شاء الله تكلمنا بربي. ربي يبارك فيكم يا سيدي. هذا الأدب مع الإخوان أدب عظيم القدر والشان، والأدب مع الطريق اللي عنده في طريق ورد بالنا معناها، لأن الكلام مأخوذ ومسموع ومحفوظ. رد بالنا لا هيا راهو طريقنا قال سيدنا الشيخ قال ما نفرغوش زاوية ونعبوا زاوية. راهو شيخنا خير وراهو شيخ وكلهم من رسول الله ويحب جميع الاولياء كلهم وليس لي فرق بين ذا والثاني ولكن لشيخ طريقتي رتبة يعرفه وللعرفان اني مانيش من اهل العرفان باش نعرف رتبة سيد الحاج وين. الحمد لله رب العالمين. فالادب مع الطريق ان ننفق على مشيحات الطريق، تو لو كان ما صارش هالمكان هذا وهل يدفعوا في هالمكان هذا نتلمذوش اسم الشيخ. والمحبه ولو انفقت النار في الارض جميعا ما الفت بينكم. نعم. ولكن الله ألف بينكم.
نحبوا الطريق ونحب بعضنا ونجموا شمل الأمة، وإن شاء الله بيكم يرحمنا رب. إن شاء الله الزيارة ناخذ منكم باي كبير من الفقراء من الخيان، وإن شاء الله نيتها ليكم وأنتم مسؤولين في جرد هاكم قدام. التساقي إن شاء الله. ربي يبارك فيك. التساقي إن شاء الله. أمتي كلمة يزيد يصب بعضها في